السلام عليكم. الرئيس رائد دقة، رئيس بلدية باقة الغربية. أسئلة لك: كيف ترى أهمية استضافة باقة الغربية لهذا المعرض القطري؟ أولا نرحب بضيوفنا الكرام من جميع الأقطار من جميع البلاد. باقة الغربية تشرفت باستضافة معرض من هالنوع، معرض اللي هو رسومات طلابنا في المدارس الابتدائية في كل المناطق في البلاد. طبعا احنا بنشرفنا هذا استضافة المعرض اللي فيه طلابنا بجسدوا عن آمالهم وآلامهم، رؤيتهم للمستقبل، رؤيتهم للواقع. واحنا شفنا هنا كثير رسومات اللي فيها إبداع، فيها رسائل قيمة جدا. وبتأمل إنه هنا إحنا كوزارة معارف وكمدارس وكمدراء وكمفتشين نأخذ بعين الاعتبار هاي الأفكار والآراء والتعبير اللي تم من خلال طلابنا، ونحاول طبعا دائما نلائم رسائلنا لهم والبيئة التعليمية لهم. وإن شاء الله بيكون عندنا هنا يعني استمرارية لهيك معارض اللي فيها فعلا إبداعات طلابنا بنشوفها ونعيشها يوميا. السؤال الثاني: ما هي الرسالة التي ترغب في إيصالها من خلال هذا الحدث الفني؟ رسائل كثيرة يعني حقيقة، يعني مع الظروف الصعبة تاعت مجتمعنا، قضية العنف اللي بنشوفها يوميا، احنا كثير بنشوف الإكس المعاكس تماما. شايفين جيل رائع، جيل مبدع، جيل عنده القدرة على التعبير من خلال رسم، من خلال الفن، من خلال الإبداع. هذا الشيء بيعطينا أمل وبيعطينا طموح إنه فعلا نوفر لطلابنا ونعطيهم الأفضل. وجانب الفن وجانب الإبداع جانب أساسي ورئيسي ومهم في التربية والتعليم، في مسيرة التعليم. وبتأمل إنه احنا نطور هذا الشيء وفعلا نذوته ونضمنه في ضمن برامجنا وضمن المضامين اللي بتكون فيها المدارس. كيف تساهم بلدية باقة الغربية في دعم الطلاب المشاركين وتوفير بيئة مشجعة للإبداع؟ بلدية باقة الغربية كسائر البلدات طبعا احنا بجوز احنا اللقاء الاول في تنظيم مؤتمر من هالنوع ومعرض من هالنوع، ولكن احنا دائما جاهزين كبلديه، وباقي البلديات ايضا جاهزه في انه استضافه معارض من هالنوع، نوفر المكان، نوفر المساحه، ونوفر الظروف اللي بتلائم اللي طلابنا يوصلوا هون مع اهاليهم، والكل يشارك والكل يجي. انا بتامل المره القادمه يكون يعني قطاع الجمهور العام يتفضلوا ويكونوا مشاركين ويتمتعوا، ويعني يعطيهم امل ويعطيهم راحة نفسية في النظر ومتابعة هيك الرسومات. والسؤال الأخير: هل هناك خطط مستقبلية لاستضافة فعاليات تربوية وثقافية مشابهة في مدينة باقة الغربية؟ نعم، مدينة باقة الغربية دائما على الدوام تستضيف معارض ومؤتمرات فن وثقافي. كنا في السابق مؤتمرات هالنوع، احنا مستمرين بهذا الشيء. الخطط موجودة والرغبة موجودة والتفاعل موجود، وباقة دائما مركزيتها ومكانتها تبقى ان شاء الله على الدوام مركز ثقافي واقتصادي واجتماعي ان شاء الله رب العالمين. رسالتك عبر موقع كنوز. احنا طبعا بنشكر موقع كنوز بتغطيته لهيك حفل، لهيك معرض، وان شاء الله بنستمر بهذه المعارض. يعطيكم العافيه، مشكورين جميعا. نشكر باسم موقع كنوز، نشكر رئيس البلديه.